السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل عيش كده. في ناس بتسميه كيماج او كوماج، وفي ناس بتسميه حاجه تانية انا مش فاكره اسمها الصراحه. اول حاجه جبت 2 كيلو دقيق ونخلته كويس جدا. بعد كده بجيب باكو بيكنج باودر وباكو خميره وبحطهم عليه، وشويه ملح، يعني طرف معلقه كده ملح، وبنزل بكيلو حليب. وبعمل كده بالمعلقه لغايه ما يتلم على بعضه، وبحط 3 معالق كبار من السمنه. طبعا ما بسخنش السمنه، انا بعمل كله على البارد علشان يطلع معايا طري. هي مش زي القرص، هو زي العيش كده، ولازم العجينه تطلع معايا كده لينه وبتمط كده. وبعد كده بخبزه بقى على المصفى كده، وبسيبه يرتاح شويه. وسبته بقى، كنت بعمله قبل الفطار بحوالي ساعه كده وسبته. يعني عملته كله وسبته، وقلت بقى احضر الاكل يعني الفطار. كنت هعمل النهارده سمك مشوي. عملت الميه بتاعته زي ما احنا متعودين، جزر وفلفل وليمون وتوم بقشره طبعا وفلفل، وبحطه في الكبه. وبعد كده بحط عليه ميه وبحط عليه البهارات بتاعتي. ونزلت كده شويت السمك. المره دي بقى ما شويتهوش على الجريل، شويته في الفرن تحت كده، حطيته في الجنينه وقلت انزل اشويه كده. كنت اول مره الصراحه اعمله كده في الفرن، وطلع حلو جدا. كنت مستمتعة جدا وانا بشويه، يعني حاجة جديدة عليا. وبعد ما خلصت بقى شوي، طلعت بقى غسلت البصل وقلت اعمل السلطة كده بسرعة. كان معادش غير نص ساعة على الاذان يعني. عملت بقى طماطم على جزر على بصل اخضر على بنجر على فلفل على خيار، وقطعتهم كلهم كده. وكان ساعتها بقى الرز عاملاه على النار. ده البنجر اهو. البنجر طبعا زي ما قلت لكم ان انا بدخله في كل حاجه، مفيد جدا ومغذي. بعد كده بحط شويه ملح، ولو في خل ممكن تحطي ليمونه تعصريها. اللي بيخلي السلطه حلوه جدا الكزبره الناشفه طبعا. بعد كده حطيتها كده في الاطباق بتاعتي. كل ده والعيش اللي انا عاملاه كان لسه بيختمر يعني. كنت طبعا مقرصاه وعاملاه وخبزاه وكل حاجه، بس لسه بيختمر. وحطيته كده وفرشت عليه حاجه علشان وشه ما ينشفش، وسبته. وقلت بقى اجهز الفطار، كان خلاص ما عادش على الاذان حاجه. بدات بقى اجهز السمك بتاعي. بعد ما اتشوى رحت جبته من تحت وحطيته في الصينيه كده، رصيته. وعملت بقى السلطه والبصل غسلته والرز، وكنت حطيت العصير. وبعد كده فطرنا الحمد لله وتمام. ونزلت بقى بعد المغرب، كانت الحته ضلمه، بوريكم بقى الجو كان حلو قوي. ونزلت بقى سويت العيش وكان حلو جدا. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.